نقطتين معانا. نحن في التراث نبحث في الهوية ولسنا نبحث عن الهوية، وبالتالي التراث دراسته بتعمق الهوية، خاصة احنا بنتكلم على التراث القبطي. في التراث قدرة على توحيد الجهود واحتواء الكل، واعتقد يوم زي كده بيعبر عن هذا الأمر. وفي نفس الوقت أيضا في دراسة التراث، أي تراث احنا بنستفيد من المجهودات اللي عملها الآخرين، وده المدخل اللي هنتكلم فيه على والموضوع اللي بنتكلم فيه عن أثر الثقافة الغربية في التراث أو حفظ التراث ونشر التراث. وده ساهم في اليوم السنوي التاسع للتراث القبطي. بنتذكر بكل الخير دور الأجانب في خدمة التراث القبطي والتراث العربي اللي هو المكتوب، التراث القبطي المكتوب باللغة العربية. والشخصية اللي حابب أوجه النظر ليها هي مفيش محاضرة في التراث العربي المسيحي لأي من الباحثين إلا ويذكر ويقول أن جورج جراف جال، فبيعتبر هو مرجعية علمية وأكاديمية لكثير من الباحثين. لأهمية جورج جراف في العمل اللي جان بيه في تاريخ الأدب العربي المسيحي باللغة الألمانية، سماها الدكتور يوحنا نسيم في دراسة ليه عنوانها نوعانية الأدب العربي المسيحي. وكمان الأستاذ ماجد كامل اللي كرم في هذا اليوم ويستحق التكريم في دراسة عن جورج جراف ذكر وقال أنه رائد التراث العربي المسيحي. وأضافه نجيب العقيقي في موسوعته عن المستشرقين على أحد أنه المستشرقين الذين اهتموا بالتراث الإنساني ولا سيما المكتوب باللغة العربية. وهو بحق جورج جراف يمثل نقلة نوعية وكيفية في تاريخ الدراسات الخاصة بالأدب العربي المسيحي، ويعتبر بصفة خاصة الأب الروحي للدراسات العربية المسيحية أو الكتابات العربية التي كتبت بعد الفتح الإسلامي للمنطقة الشرق الأوسطية. كان في محاولات قبل كده حاولت ترصد تاريخ الكتابات العربية بصورة عامة، وجورج جراف رصدها بصفة خاصة. فمن ضمن المحاولات دي مثلا كتاب الفهرست لابن نديم، هو أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق البغدادي، عاش توفي في عام 1047 يعني في القرن ال11. هو عمل مصنف، المصنف ده جمع فيه فهارس الكتابات المعروفة، جمعها في كتاب اسمه الفهرست للنديم، جمع فيه كل ما صدر من الكتابات والمقالات العربية في زمانه. كرر التجربة دي ونموذج لها من الأقباط في القرن ال14 في شمس الرئاسة أبو البركات بن كور، لما كتب كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة. أيضا سرد فيه بعض الكتابات اللي عصرها واللي عمل لها سرد، إلى أنه ظهر في القرن ال17 كتاب موسوعي كبير اسمه تاريخ الأدب العربي كشف الظنون لحاجي خليفة، وفي نفس الوقت مرورا بكارل بروكلمان وموسوعته تاريخ الأدب العربي، وصولا إلى فؤاد سيسكين في موسوعته تاريخ التراث العربي. ومن الاهتمام بمحاولة تأصيل وفهرسة والكتابة عن الأدب العربي بصورة عامة، جورج جراف بيحاول ان هو يكمل اللي عمله كارل بروكلمان، الاهتمام بالادب العربي المسيحي بصفه خاصه، وكان ليه اهتمام وشغف خاص بهذا الموضوع. وانا اعتقد من خلال هذا العمل افادنا كثيرا وافاد الادب العربي المسيحي بصوره عامه والادب القبطي المكتوب باللغه العربيه بصفه خاصه. تظهر اهميه موسوعه جورج جراف تاريخ الادب العربي المسيحي في أنه بعد مرور 70 عام على مشروعه اللي اكتمل يظهر تباعا في اللغة العربية مترجما الآن في لبنان، وصدرت حتى الآن 3 أجزاء تنشر في بيروت بدعم من مجلس كنائس الشرق الأوسط. وبالتالي يعتبر الحديث عنه في هذه المناسبة وفي هذا اليوم حديث مناسب، لأنه بعد 70 سنة ابتدأت تظهر الترجمة بتاعته إلى اللغة العربية. وفي مقدمة الناشر بيضع قدام الباحثين فكرة مهمة،
بيقول دايما انه في فارق زمني بين صدور الطبعه العربيه وصدور الطبعه الالمانيه قرابه 70 عاما منذ نشر الى الان. وبيقول ان في دراسات كثيره تقدمت وابحاث كثيره ظهرت، فلا بد للباحث ان يحدث الكثير من معلومات الكتاب وربما عليه ان يصححها. وانا اشيد هنا بالدور اللي بيقوم به الباحثين المصريين زي الاب سمير خليل اليسوع والاب اثناسيوس المقاري والاب وديع الفرنسيسكاني، ان هم ارتكزوا نعم على كتابات جراف، لكن في كل ابحاثهم بيطوروا منها وبيضيفوا عليها وبيعملوا نقد الجراف في ضوء المستحدثات او الاضافات او الاكتشافات اللي بتظهر من حين الى اخر. جراف قضى 40 عاما في كتابه موسوعته تاريخ الادب العربي للمسيح، وعاش 80 سنه، قضى منها نصف عمره على هذا الامر، على هذا المشروع. المشروع ده بيحتوي في اللغه الالمانيه في اصداراته على 240 صفحه، بتنقسم الى 5 مجلدات. المحتوى بتاعها المجلد الاول الترجمات العربيه تشمل الكتاب المقدس، المجلد الثاني الكتاب والمؤلفون حتى منتصف القرن الخامس عشر، المجلد الثالث الكتاب والمؤلفون من منتصف القرن الخامس عشر حتى اواخر القرن التاسع عشر، وتشمل الملكانيين والموارنه. المجلد الرابع وتشمل الكتاب الأقباط اليعقبة النساطرة الأرمن. المجلد الخامس هو كشاف أو فهرس للمجلدات الخمسة وفيها بعض التصحيحات لمصادر من قبل في ضوء المستحدثات أو المستجدات التي حصل عليها جراف بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك وحسب دراسة الدكتور يوحنا نسيم أن جراف نشر حوالي 270 كتابا ومقالة علمية وعروضا للكتب، ووضع جراف موسوعته الأساس العلمي للدراسات المعاصرة حول الأدب العربي المسيحي، والتي أصبحت بعد ذلك ركيزة للدراسات التي أتت من بعدها. ويعود له الفضل أنه نقل التراث العربي المسيحي للحيز الأوروبي عبر اللغة الألمانية، فكل قارئ باللغة الألمانية يستطيع أن يقرأ ويعرف بعض الشيء عن التراث العربي أو الأدب العربي المسيحي. بيقولوا دائما أنه من كتب لم يمت، وظل جراف حيا بيننا كعلامة مضيئة في الكشف عن كنوز التراث العربي المسيحي وعن الأدب القبطي المكتوب باللغة العربية بصفة خاصة. تمتع جراف بثقافة موسوعية وعقلية نقدية، كرس حياته كلها لخدمة قضية عاش لأجلها واقتنع بها. تدرج في مراحل التعليم المختلفة، درس اليونانية واللاتينية والعبرية والسوريانية، وفي نفس الوقت درس أيضا القبطية. حصل على الدكتوراه في فقه اللغة حول الأدب العربي المسيحي حتى القرن ال11، وقام بدراسة الأدب العربي المسيحي في الأديرة في اورشليم وبيروت، وزار مصر أيضا وسوريا وفلسطين، وكتب عنه مقالة. الأستاذ توفيق سكاوس كتب عنه أنه كان يقضي اليوم كله سواء في مكتبة المتحف القبطي أو مكتبة الدار البطريركية أو دار الكتب الخديوية من الصباح إلى المساء، ثم يرجع إلى المقر الذي كان يعيش فيه ويعمل فرز وفهرسة وتصنيف ما جمعه اليوم كله، وكان يستمر حتى ساعة متأخرة من الليل في ذلك العمل. ده دليل على شغفه ودليل على إيمانه بهذا المشروع اللي من خلاله أعطى لنا قدرة إن احنا نستطيع أن نقرأ عن الأدب العربي المسيحي في هذه الفترة. الأستاذ توفيق سكاوس بيكتب تعقيب على هذا الأمر، وأعتقد دي دعوة لينا كلنا، فإننا نحبذ عمل الرجل المجتهد اللي هو جورج جراف، ونود من صميم أفئدتنا أن يقتدي به الكثيرون، وهي حبذا منا نحن الأقباط، وإن الأولى الناس من الغير، والله هادي إلى سبيل السواء. جراف بيحطوا قدامنا كباحثين أو مهتمين بالمراكز البحثية إن احنا نهتم بالمشروعات الكبرى، ونتمنى اليوم كل الكتابات اللي ذكرها جورج جراف في موسوعته واللي طورها بعد كده الاب اثناسيوس المقاري والاب وديع ابو القيف والاب سمير خليل، ان نرى كل هذه الامور اللي هي المخطوطات اللي ظلت حديثه حتى الان انها تحقق وتنشر نشر علمي اعتقد يكون ليه فائده كبيره، وبالتالي احنا بندين الفضل
لكل الأحباء الأجانب اللي اقتربوا من المنطقة العربية تعلموا اللغة العربية علشان كمان يعلمونا تراثنا الغني والثري، واللي من خلاله نستطيع أن نبني عليه دراسات وأبحاث. شكرا لحسن الاستماع.